ضربت في دماغي كده اقوم اعمل عجة. ما هو انا زهقت برضو من السحور والروتين يعني. بصوا، فول طعمية الواحد مل. المهم شايفين العجة شكلها يفتح النفس بطريقة، وكمية الخضار اللي فيها مديها تسكيرة. والله حرفيا كأن العجة محطوط فيها سكر. وطبعا هو ولا سكر ولا حاجة. بصوا ال يعني قعر الصينية لونها ذهبي وشها. فعلا يعني انا من عشاق عجة البيض. فضربت في دماغي كده فقلت ايه، يلا ما بدهاش نعملها ايه للسحور جنب شوية بتنجان مخلل وجرجير. انا عايزة اقول لكم بقى، قطعة العجة دي كانت لسه خارجة من الفرن. بصوا هي مش لازقة ولا حاجة على فكرة. هي بصوا شايفين البخار؟ لو تاخدوا بالكم البخار لسه طالع منها اهو سخنة نار. بصوا العجة دي بتفكرني بقى بموقف كده ايام المدرسة الابتدائي اللي انا كنت فيها. والله العظيم كانت ليا واحدة صاحبتي بتجيب سندوتشات عجة، ويبقى البخار طالع منها كده أول ما تروح ما تدخل من المدرسة تقوم مطلعة السندوتشات بتاعتها. أنا كنت بشوف البخار طالع بحس إنها بتاكل كفتة كباب حرفيا. والله العظيم يا جماعة بجد. بصوا فأنا مش عارفة بقى، فهي بقت يعني ايه ماشية معايا كده. موضوع العجة بالنسبة لي أكتر أكلة مبهجة وتحفة. خليني اخش بقى معاكم على المقادير ديت. ده بصل في زيت فانا هشوحه الاول. بصوا البصل ده بقى عشان البصل غالي وكده، فانا استغليت الفرصة قبل رمضان وجبت 10 كيلو من اللي هو البصل الجديد، ورحت فرماه في الكبة ومكيساه وبطلع ايه شوية بشوية كده على القد. بصراحة توفير وفرق معايا. المهم انا هحمر البصلة دي وبعدين هخش بقى على طريقة العجة اللي انا متعلماها. بصوا داخلة على 20 سنة بعملها بهي الطريقة دي ما بغيرهاش. وحرفيا بس بصوا بقى عشان خاطر المصداقية غيرت فيها شوية حاجات، ان انا قللت كمية البيض لان البيض غلي. فالجيش بيقول لك اتصرف. فانا كنت بعمل البايركس اللي انتوا هتشوفوه ده ب8 بيضات. دلوقتي بقيت اعمله ب5. وحلو قوي نعمة وفضل يعني. المهم فانا هنا بدأت ب3 بيضات بس هعملهم كده اضربهم شوية. تمام. وبعد كده هنزل بقى بشوية دقيق. بصوا انا بعمل بالعين يعني ايه دي اقل من نص كيلو، اقل نص كيلو يا لهوي لا مش نص كيلو، اقل من نص كوباية دقيق. خدوا بالكم الدقيق لما بيكتر في العجة بيغير طعمها خالص، ولا بيبقى ليها طعم ولا لون ولا ريحة ولا حاجة خالص. فالمهم ايه، عشان الغلطة اللي انا غلطتها في الاول، لا هو يا جماعة ايه اقل من نص كوباية دقيق. بضربها كده بال3 بيضات الاول بمشيهم. وانا هنا عندي شطة وبودرة بصل وثوم وفلفل اسمر وكمون وكزبرة ناشفة والملح طبعا بتاعنا. تمام. كملت ضرب برضو فيها شوية. وبعد كده بقى ايه، انا مجهزه برضو عندي هنا احط بقى البيضتين الباقيين. قلت لكم 5 بيضات في البايركس الصغير يعني. فالمهم هحط بقى البيضتين. انا حطيت ال3 في الاول بحيث ان انا لما اضرب الدقيق ما يكلكعش معايا وكده. هو بالويسك بيبقى سهل قوي، مش محتاج ضرب كتير كمان. ما بيبقاش في اي تكتلات ولا حاجة. لما انتوا هتمشوا بالطريقة دي الاول تضربوا 3 بيضات كده بكمية الدقيق بتاعتي اللي هي اقل من نص كوباية. بعد كده حطيت بقى ربطة كزبرة، وده بقى الثوم المفروم اللي انا عاملاه بالفلفل الاحمر وطماطم متقطعة وجزر مبشور. المهم وطبعا انا برضو ايه بحط الخضار دوت. والبصلة انا بحمرها على النار لحد لما تاخد اللون الذهبي كده زي بتاع الكشري، عشان تدي بقى التسكير اللي انا بقولكوا عليها. كأننا حاطين كده والله حرفيا سكر في العجة يا جماعة. المهم انا ضربت كده الخضار بالبيض كويس قوي. وبعدين هروح بقى على البصلة اللي انا قلت لكم عليها. انا هنا البصلة بتاعتي احمرت اهي، بقت قريبة نوعا ما من تقلية الكشري، لان هو ده بقى السر في ان العجة تبقى مسكرة قوي. فالمهم بقى ايه، وبرده انا بقى هنا حطيت حوالي كوباية مية، والمية دي باردة عشان خاطر لما هنزل بيها على البيض ما يستويش بقى قبل ما يخش ما يدخل الفرن وكده. فالمهم والله يا جماعة البصلة اللي انا بقول لكم عليها دي فرق فعلا معايا في شهر رمضان.
اعملوها، الحقوا كده هاتوا البصل الجديد ده واعملوه، هيعجبكم قوي. انا اول مره اعمله بس بصراحه فرق معايا. المهم بقى زي ما قلت لكم، البصل ده انا حطيته بكوبايه ميه، ما هياش سخنه، ميه بارده عاديه، وهحطها بقى على البيض وكده، وهقلب الخليط بقى اللي انا عملته ده كويس قوي. تمام. عايزه اقول لكم والله جربوا الوصفه بتاعتي دي، فعلا حلوه قوي قوي قوي. هتاكلوا احلى عجه بيض، تحطوها كده بقى في فينو، تحطها في عيش بلدي، كأن انتوا بتاكلوا كباب والله او كفته. انا بحس ان انا وانا باكل العجه كده انا باكل يعني اكله سمينه. فعلا انا من عشاق عجه البيض جدا يعني. المهم ايه، فانا قلبت الخليط بتاعي كده كويس قوي يا جماعه، وبعدين هحط باكو بيكنج، مش باكو بقى كامل، انا هحط هنا نص الباكو البيكنج باودر او بيكنج باودر. المهم ايه، فانا هحط هنا نص الباكو، وهقوم مقلباها كويس. وبعد كده بقى ايه، هجيب بايركس. البايركس ده يا جماعه بصوا الصغير، انا دهنته زيت ومسحته كده مسحه حلوه قوي. تمام. انا مش بحط بقى، بصوا دي رشة سميد اللي هو دي البسبوسة دوت. تمام. بصوا على فكرة انا كنت الاول بعملها في صواني ألمونيا، فكنت بحطها على البوتاجاز الاول واقوم منزله الخليط عليها وهي على البوتاجاز. لكن انا عملتها والله بالطريقة دي، لا بتلزق ولا حاجة زي ما انتوا شفتوا كده. تمام. وهو اصلا البايركس بيبقى فيه زيت، والعجة نفسها فيها زيت اللي هو بتاع البصل بتاع التقلية ده، انا حطيته كله، فمش بتلزق مننا، مش هتلزق يعني، اطمنوا. هي بس ممكن اول ما تبقى خارجة كده من السخن من الفرن سخنة، فممكن بس كده من الشمخة بتاعة الفرن. بس فالمهم انا دخلتها الفرن بقى، وبصوا بقى ما خدتش حوالي تلت ساعة. بصوا بقى يا جماعة شكلها، لا مش ممكن يعني. القطعة مسكرة تسكيرة، حلوة حلاوة، لا بجد والله العظيم انا منحازة جدا لطريقتي بالذات تحديدا في العجة، لان الطريقة دي بتطلع مسكرة بطريقة مش ممكن. وكل لما اجي بقى اكل العجة افتكر صاحبتي اللي كانت بتاكلها في ابتدائي، وهي بتاكلها كده ما شاء الله، اول ما تخش من باب المدرسة تطلع سندوتشاتها، وكانت ايه بقى، ما اقولكوش على جمالها وحلاوتها ما شاء الله عليها يعني. فعايزه اقول لكم الغذاء عليها عامل برضو. وصينيه العجه اللي انا بعملها دي كميه خضار فيها محترمه، بتدي بقى دفى في الشتاء. وسيبوكوا بقى من الدفى والكلام ده، مع عودين جرجير كده وطبق البتنجان اللي انا عاملاه بالليمون والثوم والفلفل، ما اقولكوش مصدر سعادتي الصينيه دي. حرفيا جربوها مش هتندم.